رجعنا مكملين معاكم طبعا اللي تبقى من جزءنا الاول من حلقتنا. كان فما ديبا في الاوف حاجه روعه. انا والضيف نعاود نرحب بيك سهير الحياني، دكتوره في اعلام في علوم الاعلام والاتصال بالمعهد الصحافه وعلوم الاخبار. ننطلقوا من منتدى الاعلاميه التونسيات ولا نحكيو على الدراسه ولا نحكيو على واقع احنا صحفيات في تونس عددنا والله ويننا؟ انت ساعه حكيت على كنا نحكي انا اي وظيفه الدكتوره على اللي هي حكيت على لا ميزوثيرابي. اونيتمون احنا معناها صحفيات سورتو ماذا اون بينا بزوان دو معناها دو نسهروا سيت ياسر تكنيك نتبعوا الاخبار دو ياسر. سيت تكنيك خاطر الحقيقه لي فام جورناليست يعيشوا في ستريس كبير برشا. ستريس في الخدمه في الدار في الشارع. دونك في باش نحكيو عليه الميدان في الميدان، باش نحكيو عليه بعد باكثر. نرجعوا من الاول نرجعوا. انا حضوري انا عضوه في منتدى الاعلاميه التونسيات. كيفاش جاتكم الفكره فوالا. لتكوين هذا المنتدى بصراحه والله سهير؟ الحقيقه هما سوسون لي شيفر اي لو دياغنوستيك. احنا في الطب هما يقولوا يلزم ان بون دياغنوستيك، معناها باش تشوف بالحق اونتر بارونتيز المرض وين في القطاع. خاطر نحب ولا نكره قطاع الاعلام. نحكيو على عنصر رجالي ولا عنصر نسائي، عندنا مشاكل كبيره برشا نعيشوها من العهد القديم حتى للعهد، حتى للثوره، الحاليه نعم. حتى العهد الحالي. المشاكل اللي هي كبيره برشا، خاصة مادية اللي هي تأثر برشا على المضامين وغيره. وخاصة كوتي معناها جوريديك، فما عندنا كيلكو لاكون وفيد جوريديك في الحكاية اللي هو يأثر بطريقة كبيرة برشا على واقع الإعلام في تونس. هذاك علاش نشوفوا معناها لي سيتويان اون جينيرال ما عادش عنده الثقة الكبيرة في وسائل الإعلام اونتر بارونتيز نقولوا التقليدية، اللي هي حتى الإعلام الإلكتروني ولا تقليدي مقارنة باللي بلاتفورم جديدة نتاع بالضبط. الانترنت. دونك لي نوفيل بلاتفورم جديده هذوما، والا سي اون بو بارلي دي ريزو سوسيو نيميريك، هما اللي قاعدين يستقطبوا اكثر في لي سيتويان والجمهور. الشعب فوالا. التونسي بصراحه يرانا احنا كاعلاميين ولا كصحفيين، يراونا في خيار الخير. صح عليكم. تاخذوا في برشا فلوس، متمتعين متفرهدين شيخين، في عندكم نفوذ. ما يعرفوش لي احنا الوضعيه ليست كذلك تماما. يعني سورتو الوضعيه حاليا نحكي، يعني في الوقت حاليا الحالي يعني وحتى يعني الراجل قبل مؤسسات اعلاميه قاعده تغلق في ابوابها. زملاء اعلاميين صحفيين وتقنيين ايضا، خاطر كي نقولوا مؤسسه اعلاميه راهو اوكي فيها صحفيين واعلاميين، ما فيها راهو تقنيين وقداش من دار محلوله نتالم كي نشوفهم يسكروا فيو الوضعيه الاقتصاديه الراهنه نتاع البلاد، اي سورتو اللي هي مست قطاعنا، يعني مسته ديريكتومون يعني اكثر. معناها نكمل اكثر على قطاع كلامك. تمس يعني. اكثر قطاع تمس واكثر حتى من الكوفيد. كنت بالضبط. اتذكر معناها في لاكريز اللي عشناها الكوفيد 19، ما كانش عندنا نفس المشاكل اللي عايشينها تو. بالضبط. دونك مستشارين نرجعوا علاقه دايره ببعضها، يعني هو المستشار كله سي ان يمر سيركل، بظروف هو سي ان ودونك هو ما عادش سيركل. ينجم يحط فلوس في مؤسسه، والمؤسسه باش تخدم وباش تخلص الخدامه بالمستشار. وخاصة اللي ما فماش دي زاجونس اللي هما ناسيونال كيما نقولوا انا لاجونس نتاع دي ستاتيستيك التونسية اللي الناس الكل ترجع لها بالنظر. في تونس مالوغوزمون الى حد اليوم توا 2024 ما عندناش اون اجونس ناسيونال نتاع ريغولاسيون كريديبل. والا اجونس ناسيونال دو ميزور دودينس والا كريديبل. كريديبل سورتو نحطوا النقطه والصبع على كريديبل. مستقله وكريديبل. احنا اون با بزوان كيما يقولوا حاجه هيئه دستوريه، مي اون بزوان معناها على الاقل اون انستيتيوشن ادمينستراتيف اللي هي مستقله. كما خديت اكزومبل لاجونس ناسيونال دي ستاتيستيك اللي المواطنين بلوتو لي زانونسور المستشارين يرجعوا لها بالنظر باش هما ما يفهموا الاودينس، مش حتى يفهموا باش يعطيو حق لي زيميسيون ولا حق لي بلاتفورم ولا حق لي زيميسيون راديوفونيك ولا تلفزيون ولا غيره. ما يعطيوش فلوس على حساب معناها دي ستاتيستيك اللي هما ايروني والا ماهوش مبنيين على دي كريتير معينين. هذاك علاش ديما ندعيو الى دي زاجونس ناسيونال دو ميزور دودينس، دي زاجونس ناسيونال دو ميزور نتاع لي انترنوت زاده. خاطر في فرنسا توا نحكيو على با سولمون معناها ان كونسي دو ميزور دودينس ولا دي معناها هيئات اللي هي مختصه. ريغولاسيون مختصه. تو نحكيو على
ابار l'audiovisuel لو نوميريك زاد فما ريغولاسيون دو نوميريك تو في تونس مازلنا ما عندناش ني l'audiovisuel ني لو نوميريك اللي هو قاعد يستقطب في الجمهور بصفه غير منظمه ويستقطب خاصه المستشارين بصفه غير منظمه كيما الانستغرام كيما الانستغرام كيما غيره ورغم اللي باش ما نظلموش برشا عباد تو فما برشا مضامين باهيه برشا فما مضامين محترمه الحقيقه فما لي بلاتفورم لي نوفو فورما اللي هما لي بودكاست اللي هما زاد مضامين والله فيهم وعليهم لي بودكاست كي نعرفوا نطبقوهم في تونس بدعوا له بحاله البودكاست والله بدعوا له بحاله نتفرج في لبنان ونتفرج في قنوات عربيه اخرى وفي فرنسا وفي البودكاست حاجه اخرى احنا في تونس بودكاست كلاشيت كذا مضامين هابطه مضامين سوقيه حك راسك اعمل بودكاست انا نحب نسال اللي عمل بودكاست علاش عملت في تونس بودكاست والله يجي نقول مع احترام فما زملاء قاعدين يخدموا في بودكاست ما شاء الله عليهم بالحق اعلاميين اما عندهم باك جراوند خادمين قبل وعارفين الماده الاعلاميه اللي نقدموها للناس مش انت رابور ولا انت خارج القطاع مع احتراماتي طبعا هو يجي من ديسيبلين اخرى ان جينيرال مي العكس كنت نحكي مع دكتور قلت لها نورمالمون كي تجي من اون اوتر ديسيبلين يكون عندك باك جراوند اكثر خاطر احنا نلوموا شويه على الفورماسيون دي جورناليست بارفوا معناها يعملوا البوليميك نتاع لو رول دو لانستيتو دو بريس معناها في الحاجات هذيا لانستيتو دو بريس قاعده تقوم بدورها مي زاد فما ناقصه ماهيش ابديت لانستيتو دو بريس والله الحقيقه انا تو ندرس انت تدافع عليها انا بيجي انا بنت ليبسي وندافع عليها وبشراسه لكن لا برشا حاجات تبدلت صارت برشا ميزاجور حسبي انا جينيراسيون تاعي انا لا انا ناكده لك العامين هذوما تبدل برشا البروغرام مي تبقينا كما قال الدكتور راهو اللي باش يقرا لازم يقرا هو وحده الباك جراوند كما قلت الطلبه نتاعي كل صباح شو نقول لهم ان بوان داكتواليتي اللي هو سي ان جو تعملوا انت في الكلاس مي ريالمون تخليك ديما مطلع على الاكتواليتي خاطر راهو باش تفهم اي ظاهره تصير كما توا لطفي يا ربي ظهرت الفيمينيسيد والمراه التونسيه اللي تقتلت في كندا وغيره راهو الفيمينيسيد لازم تكون عندك باك جراوند على لا فيولونس على ليغار دي فام على الفيولونس اللي تخلف الصغار على معناها سي توت ان باك جراوند كامل يكون عندك خلفيه كامله لازم تكون عندك ودراسه كامله فوالا باش تكون عندك وممكن تخرج تحكي انت في بودكاست تبدا عن درايه بارقام بحاجات واقعيه في ريشيرش وحدك فوالا تعمل ريشيرش تثقفوا روحنا ماهيش اشكاليه نثقفوا رواحنا علاش احنا كل شيء قريناه في الليبسي قراونا 4 سنين مشكورين زادونا عامين ماستر يكثر خيرهم اما انت ثقف روحك اي الحقيقه صحافي وحده ولا طالب في معهد الصحافه انت وحدك ديفلوب انت ديفلوبي وتطور من نفسك نرجعوا لوضعيه الصحفيين وساعه قبل المنتدى كيفاش جاتكم الفكره سهير باش سهير ولا سهير والله الزوز عجبني سهير بس فارس يقولوا سهير والله دورجين سفاكسين اي على ذاك نقول سهير الكل دورجين سفاكسين اي تخي بيان وقري زاد في الملتي ميديا معناها المعهد العالي الاعلامي والملتي ميديا بصفاقس اكسلون هي جاتكم الفكره نتاع المنتدى هو هي في الاصل مدام ايمان بحرون تحيه ليها طبعا تحيه ليها اللي هي اعلاميه صحفيه واللي هي كانت زاده مديره التلفزه الوطنيه دونك عملنا دي ريونيون اجتمعت معناها العديد من الصحفيات والاعلاميات في تونس وقالت علاش ليه في البلدان العربيه خاصه وحتى الاوروبيه فما معناها اون ستركتور ديديي سورتو اونيكمون اكسكلوزيفمون للا فام جورناليست دونك احنا قلنا في العراق ناجحه برشا في العديد من البلدان العربيه والاوروبيه دونك علاش ليه في تونس بيان سور مع نقابه الصحفيين ومع الهيئات اللي موجوده علاش ما نخدموش لتحسين واقع الاعلاميات والصحفيات في تونس تحسين احنا مش في وضع باش نحسنوا مي بوتيتر نزيدوا نكونوا ندعموا اكثر نسلطوا الضوء وندعموا اكثر الحاجات اللي نجموا احنا هنا نترفيان فيها خاصه المراه معناها يلزمها ان تريتمون سبيسيال كما قلنا المراه راهي تعبه معناها في المنزل المراه راهي تعبه في الشارع المراه معناها تخدم في الدار وتخدم في البيت المراه عندها مسؤوليه الصغار اللي توا العباد الكل تخلي في المسؤوليه على المراه اذا كان نلقاو عنف في الشارع يقول لك ليه خاطر امه مثلا غايبه على البيت الوغ كو احنا موجودين باش نحاولوا نوريو المجتمع المراه الصحفيه راهي عندها برشا مسؤوليات خارج وداخل المنزل وفي الشغل وايضا باش نعملوا احنا ما عندناش ناس تبوانتي وتخدم لا
لا احنا احنا حتى كان في بعض الادارات بوانتي فتابليتك بيسي نتاعك فوقك اش 24 تتبع شو ما جديدش ما كذاش، لازم تكون ابديت، يجيك تورناج اخر لحظه، تجيك كونفيرونس، تجيك كوفرتور نتاع حاجه، ماناش مرتاحين يعني بسيكولوجيكمون ماناش مرتاحين. ديما موجود. فوالا. دونك المنتدى برئاسه معنا ايمان بحرون، وعندنا رئيسه شرفيه مدام امنه سوله زاده. دونك تحيه ليهم العضوات الكل. كل واحد من المنبر نتاعو ولا من الكومبيتونس اللي عنده اي لي كونيسونس وبوتيتر من الخدمه اللي يخدم فيها باش يحاول يقدم دراسات، باش يحاول يعمل دي فورماسيون باش تسلط الضوء على المشاكل اللي تعيشها المراه الصحفيه. لازم تكون حاجات معناها دراسات علميه خاصه كما الدراسه اللي نحضروا فيها. احكي لنا علي انا شاركت فيها الدراسه. اي فوالا ميرسي. وانا ديجا اصلا موجوده هوني باسم منتدى العالميه التونسيات باش نروج معناها سي اون بو دير لا بروموسيون دو ليتود سور لا فام جورناليست ان تونيزي. دراسه شنية هي دراسه علميه باش تحاول تعطينا اكثر يعني ستاتيستيك ولا دي دوني كاليتاتيف و كونتيتاتيف، معناها معطيات كميه وكيفيه على اولا واقع الاعلاميات في تونس اون جينيرال في وسائل الاعلام، معناها تو ميديا كونفوندو، وسائل الاعلام الالكترونيه الورقيه الاوديو فيزوال، وخاصه باش تعطينا الوضعيه نتاع المراه الصحفيه في تونس في مواقع القرار. تعرفوا اللي لي ستاتيستيك اخر ستاتيستيك تقول اللي هما سداد دو 2016 عملتها نقابه صحفيين تونسيين، النسبه لا تتجاوز 13% من المرأة الصحفية في مواقع القرار. دونك مقارنة بعدد الصحفيات. نفسروا مواقع القرار شنو ما نجم يكونوا سهيل؟ معدة البرنامج مثلا اللي نوجهها تحية. أنا جو في بارتي زاد من 13%. دونك عندنا المعدة، المنشطة، رئيس التحرير، أي معناها إعلامية ولا صحفية اللي هي ممكن يكون عندها يعني ان بوفوار ريداكسيونيل، ولا مثلا تدير الحوار، والا تنجم تكون زاده في الجانب التقني. تعرف اللي احنا تو الصحفيات زاده ولاو يتقنوا المونتاج، التصوير وغيره. فوالا دونك لو بوست اللي هو فيه ان بوست دو ديسيزيون، دونك نهتموا بالبوست هذوما، ونحبوا نعرفوا علاش عندنا نسبه ما شاء الله في تونس اخر النسب معناها 2022 عندنا ما قرابه 996 صحفيه، والنسبه زادت 5% ولاو 2050 في 2023. دونك النسبه هذه 1050. دونك 1050 صحفيه. علاش عندنا نسبة ما تتجاوز 13% من النساء في مواقع القرار؟ دونك باش الأغلبية الساحقة سهير، خلينا نكونوا واقعيين، نتخرجوا مئات احنا من معهد الصحافة سنويا، وفما ناس تماستر، وفما ناس كيفك انت عاملة دكتوراه ما شاء الله، فما ناس تقعد تقرأ، فما ناس تمشي تعرس، فما ناس تبدل الخدمة، خاطر مش كلنا نخدموا تلفزة، مش كلنا نجموا نكتبوا، مش كنا اون لا مان وعندنا ستيلو مزيان، مش كنا عندنا حضور وكاريزما اللي تطلبوا التلفزه، مش كلنا نجموا نكونوا نخدموا تيران بالكدا. فما نوعيه معينه ساعه اول حاجه تلقاها مشيت قرات صحافه مش بخشوه في العهد القديم اللي هو قبل ما يتولي فما كونكور، دونك مشى يقراها وهو لقى روحه مجبرا مش يمشي يقراها، سكور وصلوا الغادي. وفما اللي وكمل القراءة مشى يحل مشروع يا ما عادش عينه باش يكمل كيرا الواقع نتاع الاعلام والصحافه في تونس مازال يخدم. ترى انت في الشهري نتاع بعض الصحفيين، بعض المؤسسات اللي بالحق يعني يستغلوا الصحفيين في تونس، اللي هو حاجه تاسف برشا. لي سالير مثلا راه في 350 يخلصوا هنا صحفيين اليوم في تونس يخلص 350 و500 دينار صحافي. اللي يقعد بالشهرين بثلاثه بست شهور ما يخلص. انت تشوف ديجا حاله اذاعه شمس اللي وين وصلت بالضبط. معناها فما صحفيين وتقنيين اللي هما تلزوا معناها يزون شونجي دو ترافاي خاطر ما لقاوش حتى في مهنه الصحافه والاتصال. هذاك علاش تو في معهد الصحافه فما حاجه باهيه اللي هو سي ان كونكور اللي هو بوتيتر باش يكون ان بو سيليكتيف.
كيف الكونكور هذا باش يخليك كان انت بالحق مش دوي تو ني با لي كومبيتونس ديدي مثلا في الريداكسيونيل ولا في الالقاء ولا في الباك جراوند ديما سي اون سيليكسيون على خاطر كما قلت بعد اصابع الاتهام باش تمشي ديما للصحفيين ويوليو الكل يحطوهم في نفس السله معناها ذاك علاش ديما فما نداءات دي زابيل خاصة احنا نو افون اون سول معناها ايكول دو جورناليزم مي نداء لي زوتر ايكول دو جورناليزم بريفي باش يكونوا يعملوا شوية لا سيليكسيون في اختيار معناها الطلبة وانا ننصحهم نقول لهم كانك مش دوي ما عندكش لي كومبيتونس ولا لي كونيسونس معناها اللي تخليك او موا تقف قدام مواطن وتخليه وتفرض احترامك، انا نقول له اعمل اون اوتر ديسيبلين. دونك المنتدى هو باش يحاول يشخص، هو احنا كيما كنا نجم نقرب شويه للطب، هو تشخيص، هي مبادره لتشخيص، خاطر احنا زاده معناها بوتيتر ما نجموا نصيبوا كيما لا، مي باش نحاولوا نشخصوا لو ماكسيموم الوضعيه الصعيبه اللي تعيش المراه الصحفيه. زاده المشكل منين يعني؟ منين المشكل؟ علاش اليوم الصحفيه التونسيه حضورها مقتضب بارابور العنصر الذكوري؟ مانيش لهنا نعمل في تفرقه جنسيه بين المراه والرجل. هذا باش نعرفوه بالدراسه اكزاكتومون. احنا قلت انت 1050 صحفيه براتيكمون السنه 2023 قديش عندك من استماره؟ والله انا موجوده قديش صارت باش نقول لكم اصدقائي زميلاتي الصحفيات الاعلاميات، اون ا بوزوان دو ريبونس للكيستيونير. دونك احنا عملنا في الدراسه العلميه، انت تعرف الميثودولوجي فيها بلوزيور اكس، دونك بارمي لي زاكس اللي نخدموا عليهم افيك دوتر زاكس بيان سور هو لو كيستيونير اللي هو باش يحاول ناخذوا اكثر اجابات ممكنه على سهل برشا. شفتوا انا سهل هو العمر، ممكن كانك مثلا تشتغل في مؤسسه عدد صحفيات، وبعد فما سؤالات مثلا خاصه بك انت، شنو ما المضايقات، خاطر راهو معناها لو سيتويان البوبليك العباد ما تعرفش اللي راهو المراه الصحفيه كيما المراه في المجالات الكل تتعرض للمضايقات، تجم تكون مضايقات معناها تجم تكون حتى اون اغريسيفيتي، حتى فيولونس فيربال فوالا، معناها العنف اللفظي راهو كما قالت دكتور عنف لفظي وعنف اقتصادي وعنف جسدي يخليك في بعض تقدم. انت كيما تنجمش تقدم مثلا وتعطي خدمه باهيه في الاعداد، دونك يولي يقول لك ليه انت خاطرك امراه. فوالا هو الكيستيونير الي سامبل موجود على لي باج فيسبوك وانستغرام نتاع منتدى الاعلاميات التونسيات. دونك ان شاء الله نخلطوا النسبه باهيه نتاع دي كيستيونير. النسبه قداش براتيكمون؟ احنا ماذا بينا نخلطوا 500 600 اجابه، اما نحاولوا قد ما ناخذوا لو ماكسيموم دو ريبونس، قد ما يكون كيما نقولوا تمثيليه كبيره للصحفيات الموجودين الكل. ما تنساش عنا المراسلات اللي هما زاد نحبوا نسلطوا عليهم الضوء ياسر. المراسلات اللي عنا في تونس، ولاية تونس الكل، اللي هما يتعبوا برشا باش يخلطوا مثلا في مجتمع، في مش مجتمعات يعني في اماكن في تونس كيما مثلا في الجنوب اللي ديما المراه ما يلزمهاش تقعد مع الرجال، المراه ما يلزمهاش تخرج، دونك اللي هي تتعرض لصعوبات في الميدان مثلا كي باش تعمل تغطيه والا تغطيه احتجاجات. دونك الكيستيونير باش يحاول يعطينا كيما قلت لك حاجات كميه ونوعيه. باش نعرفوا احنا الحاجات او المضايقات او واقع الصحفيات التونسيات، هل فما حلول المنتدى باش يطرحهم؟ يعني هل اوكي عملنا دراسه، عندنا منتدى، موجوده الحلول، نجموا نعاونوا؟ موجودة الحلول، مش 100% معناها باش نجزموا بداية الحلول. بداية الحلول مثلا احنا عندنا تو مشاورات مع مثلا وزارة الداخلية باش نحاولوا نعملوا دي سيسيون دو فورماسيون باش نوريو كيفاش المرأة الصحفية في معناها في التيران كي تبدا فما احتجاجات ولا مظاهرات كيفاش يلزمها تعمل، كيفاش يلزم تقف، شنو تلبس، كيف معناها فيزافي الامني، كيفاش يحاول معناها فورماسيون لي دو، كيفاش الزوز باش يجوا يتعاملوا مع بعضهم في الميدان، وهذا الكل زاد بالتعاون مع الآيات الموجوده.
حتى نقابة الصحفيين وحتى المهيئات الاخرين اللي يعتنيوا بالمراه وغيره، باش نحاولوا نخدموا اون بارتنريا اون اتروات كولابوراسيون. مثلا الكاب جي سي اللي هو لو سونتر افريكان دي بيرفكسيونمون دي جورناليست زاد. دونك اترافيغ سي فورماسيون، اترافيغ لي رونكونتر، مثلا لي تيموانياج. احنا كنا استضفنا مثلا رئيس منتدى الاعلاميات في العراق اللي تعطينا نظرة على المرأة الصحفية واقعة في العراق، وشنو ما خاطروا ما عندهم سنوات سبقونا، شنو ما ممكن الحلول اللي زوتي اللي نجموا احنا نستعملوهم كمنتدى اعلاميات تونسيات باش نخلطوا نحاولوا نطلعوا شوية النسبة نتاع المرأة في مواقع القرار. دونك بالانيشيتيف اللي باش نخدموهم. دونك أول حاجة ابونيفو للمنتدى الإعلامية التونسيات، وإن شاء الله عندنا ان بروغرام كبير، ان بروغرام ريش مع المجتمع المدني زادة اللي باش يكون عنده دور كبير يعني في سوسكي فورماسيون دراسات وغيره. يعطيك الصحة سهير، إن شاء الله حظ موفق ليك، وتحياتنا من خلالك أيضا لكل طبعا التيم نتاع منتدى الإعلاميات اللي هو التونسيات طبعا اللي هما صديقات وزميلات. خدمنا نعيمة شرميتي طبعا تحية كبيرة ليها في الكيستيونير. أما نجاوبوا نعيمة شرميتي صحيح اللي هي صحفية متميزة واللي طبعاً تعبت الحقيقة، تعبت وكلكم تعبتوا زاد كذلك، وديما ولا. تعبنا في خدمتنا، راحة لينا نحن نحسوا بمتعة وراحة كي نبداو تعبين نبداو شيخين على الآخر. تحية ليك سهير لحياني، الدكتورة في علوم الإعلام والاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار. نشكرك على حضورك سهير، إن شاء الله حظ موفق ليك ولبقية الزميلات. ميرسي بوكو ليك دكتورة على حضورك، يعطيك الصحة، شرفتنا. تحب تقول حاجة؟ أي نحب نقول إن شاء الله إن شاء الله بيانتو نشوفوا مشروع قانون اللي يعطي حق، خاطر بالحق توا كنت نسمع فيكم وبالحق جو رياليز كيل بوان خدمتكم صعيبه. ان شاء الله مشروع قانون لفته من نواب للمراه في الصحافه باش تكونوا عندكم على الاقل حق انكم تمارسوا مهنتكم في كامل المساواة والكرامة، يعني بالضبط. أضعف الإيمان. يعطيك الصحة دكتورة، وإن شاء الله يسمعونا طبعا الناس اللي في أصحاب القرار أو كما نقولوها احنا في مواقع القرار يسمعونا وصوتنا يوصل. نشكركم على حضوركم. احنا كملنا جزءنا الأول من حلقتنا اليوم للبيج ماك، فاصل قصير ونرجع مع بقية الفقرات والضيوف بيان سور.